خرجت من الظلمات إلى النور. هكذا عبر القس الأمريكي هيلاريون هيجي. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بخبر اعتناق القس الأمريكي هيلاريون هيجي للإسلام، إذ شكل حالة فرح لدى المسلمين وحالة حزن لدى المسيحيين، وبدل اسمه إلى سعيد عبد اللطيف بعد أن كان شديد العداء للإسلام والمسلمين. وحظي نبأ إعلان الكاهن الكاثوليكي هيلاريون هيجي اعتناقه الدين الإسلامي، وأكد هيجي كيف بدأ رحلة تحوله من المكان الذي غادره وحتى اختيار اسمه سعيد عبد اللطيف بعد إشهاره الإسلام. وتحدث عن معرفته بالإسلام منذ فترة طويلة، وأنه كان يرغب في اعتناقه إلى أن حانت اللحظة المناسبة لذلك. من هو هيلاريون هيجي؟ هيلاريون هيجي من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في ثمانينيات القرن الماضي، وهو حاليا في العقد الرابع من عمره، وقد عمل قسيسا لمدة 14 عاما، وكان ينتقد الإسلام بانتظام، وتحول إلى الكاثوليكية في عام 2017. رغبته في الإسلام ولدت قبل 20 عاما، وأعلن القس السابق عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتحوله إلى الإسلام قائلا: إن نيران الإسلام أشعلت روحه قبل 20 عاما. وقال: كنت أتمتع بمكانة واعدة ككاهن، وكنت محبوبا جيدا ومتعلما جيدا، ولكن قناعاتي الداخلية تغيرت. لا يمكن للمرء ببساطة أن يكون كاهنا وراهبا في العلن ومسلما بشكل خاص مع نفسه. وأضاف: إن القرآن الكريم يذكر أننا عباد الله وأننا عبيد الله قبل أن نولد، والإسلام خضوع لإرادة خالق السماوات والأرض. هذا هو الطريق الذي سلكه المسيح عليه السلام، وطريق موسى وطريق إبراهيم عليهم السلام، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الاستسلام لله الواحد القهار. وقال: إن في الإسلام استسلام ليس لرغباتك ولا لرغبات إنسان ولا لقديسين ولا للملائكة. الإسلام استسلام لله الواحد القهار. وأوضح الكاهن السابق الذي كان يخطط حتى وقت قريب لإنشاء دور مسيحي في كاليفورنيا أن اعتناقه الإسلام هو في الواقع عودة للإسلام، ومثل عودة إلى المنزل أو إلى الوطن. وكتب عبر حسابه آية من القرآن الكريم، وهي: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.